السلام عليكم مشاهدين ومشاهدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نقدم معكم لاكيش بطريقه جديده وزوينه وسريعه، وما فيهاش العجينه، ما فيهاش الزبده، ما فيهاش شحال من حاجه، وخفيفه ظريفه. ان شاء الله غادي تجربوها غتعجبكم. انا درتهم فرديين صغار، كنت كنخدم بهم بزاف في الخدمه. هنا في داري درتها كبيره، عندي واحد قيمه نص كاس ديال الزيت، ماشي نص كاس، ربع كاس تقريبا. البصله، الثومه، الزيت ديما ديروا على قد قياسكم، ولا ديروا الزبده، ولا هاد لاغوسيط هادي تقدروا ديروا فيها حتى الزبده، ما كاينش مشكل. غادي نضيف عليها البزار والملح وغادي نضيف عليها ورقه موسى واليازين، وضفتها تشحرات. البصله هي الاولى، وعاد ضفت عليها خيزو، والقرعه ديالي غنخليها هي الاخرى. غادي نديرها بخضيره، انا المهم غندير خضيره وغادي ندير كفيته. نتوما تقدروا ديروها غير بالخضره فقط، ولا ديروها بالحوت، اي حوت تواجد عندكم غتقدروا ديروا كروفيت، كالامار، ميرنا، المهم اللي تواجد عندكم، حتى اي حوت من داك النوعيه البيض راه غتقدروا ديروه. ديروا الدجاج، انا كنعطيكم لا غوسيط وانتم ديروا فيها اللي بغيتو ديروها فيها. غادي نضيف الكورجيت ديالتي، صراحه راه كتجي زوينه كيف ما قلت لكم في المقدمه، كتجي زوينه وخفيفه. وما غنديروش بات بغيزي بالزبده، غادي نديروها العجينه ديالها سائله وزوينه، حيت انا ديجا قلت لكم مجرباها ومعاوده، ولكن كنديرها في داك لي مول الصغارين. انا دابا درتها في داري، درتها كبيره. نتوما لكم الاختيار، ديروها كبيره، ديروها صغيره، ديروها متوسطه، لكم الاختيار. والخضيره منها نتنفعوا بها، ومنها وليداتنا ياكلوا ثاني الخضيره، حيت ما كيبغيوش الدراري ياكلوا الخضره، ولا ما ندخلوا بهذه الطريقه هذه غادي ياكلوها. ومن بعد ما كطيح لينا القريعه ديالنا، البصله هي الاولى، القريعه خيزو يطيبوا مزيان، ولكن ماشي القرعه والخيزو تيطيبوا بزاف، بقاو شادين في راسهم شويه. عندي واحد 3 ديال البيضات، كاس ديال الحليب، معلقه سكر سنيده، راس المعلقه ديال البزار على حسب الذوق، الملح كذلك على حسب الذوق، غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، حيت درت الاولى ما عمرش مزيان وزدت الثانيه، المهم معلقه كبيره عامره مزيان بالزبده. انا عندي الزبده واخده حراره المطبخ، ما تكونش دايرينها من الثلاجه وما تذوبوهاش. غادي نضيف كاس ديال لافارين، غادي نزيد ثاني صافي، وغادي نخلط كلشي مزيان. راه ساهله كيف ما قلت لكم، ما غدلكم، ما غادي ديروا لا زبده لا حتى شي حاجه. هنا انا صافي ساليت السائل ديالتي، طحنتها، وغادي نحطها هنا على جنب حتى من بعد، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. غادي تشوفوا الطريقه كيف ما قلت لكم. هنا لاباراي، هاد العجينه هادي بدون زبده، بات بغيزي بدون زبده، سائل بدون زبده. كنعاود ناكدها عليكم. زدت واحد شويه ديال نص كاس ديال الحليب على حسب لافارين. الا ما شرباتش لكم بلا ما تزيدوا لا حليب لا حتى شي حاجه، جاتكم قد صافي. غادي نزيد واحد ساشيه ديال الخميره صافي. هذيك لابارا ديالي طحنتها خليتها، ولكن نطحنوا مزيان هذاك العجينه، داك الخليط طحنوه مزيان. وغادي نضيف 4 ديال البيضات، هذه لاصوص اللي غنديروها في لاكيش ديالنا.
تقدروا ديروا هاد تبارك الله هاد لاباري راه فيها الخير والبركه. درت كاس ديال لا كريم فريش، وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الجبن. ديروا جبلي، ديروا اي حاجه كانت متواجده عندكم، راه كتجي زوينه تبارك الله، كتجي غزاله. راه كميه تبارك الله كثيره. الا بغيتو ديروهم صغيورين ديروهم صغيورين، انا ديما كنديرهم صغارين. انا في الخدمه المهم دائما كنديرهم صغارين. غادي نضيف واحد راس المعلقه ديال الملحه، راس المعلقه ديال البزار، نحاول نستمها باش ما تجينيش باسله. وغادي نخلط الكل مع بعضياتهم، وغادي نضيف عليها شويه ديال القزبور، كيجي زوين. الا عندكم الحبق ديروه ليها، كان عندكم السيبوليت ديروه حتى هو كيجي زوين. منسمات زوينين. الكوز انا ما تواجدتش عندي ما درتهاش، اللي عندهم طبيعه الحال غادي يديرها. وتقدروا تنسموها باي اعشاب منسمه كتبغوها نتوما، كتقدروا ديروها. صافي غنخلط الكل مع بعضياتهم وغنحطهم هنا على جنب. وهذا الطبسيل ديالتي، هذا السائل اللي خلطت معكم، العجينه ديالي اللي خلطتها معكم هكذا ديال لاكيش كيف ما فسر لكم، بلا ما تعاودوا لا تعجنوها لا والو. هاد الطريقه كتجي زوينه غزاله تبارك الله ما شاء الله. ومازال نقدم معكم لاكيش بدون لا طحين لا حتى شي حاجه، ما فيه لا طحين لا والو ان شاء الله. وحاولوا ديروها في مول، واذا كان عندكم مول صغير مقادد ديروه في مول صغير مقادد، بلا ما ديروه في مول كبير. وغادي نضيف لا فارس ديالتي على العجينه اللي درت، القريعه اللي درت وخيزو بصيله والكفته غادي نضيفهم هنا على العجينه ديالتي. ويل طبيعه الحال كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا، ما ديروش الكفته، ديروا الدجاج، ديروا الحوت، اي نوعيه ديال الحوت تقدروا ديروه. ما عندكمش غديروها بالخضره فقط. صافي غنحاول نعمرها كامله ونفرقها شويه. واخا تشوفوا العجينه بحال هكذا سائله وتشوفوها هكذا راه غتجي زوينه تبارك الله ما شاء الله. غادي جربوها غادي تعجبكم. ودابا غادي نضيف لاباري ديالتي، لاصوص اللي خلطت اللي فيها الحليب ولا كريم فريش والبيض فرماج. صافي غادي نحاول نوزعهم كاملين على الاطراف باش يجينا كلشي مقادد. هاد الكميه تبارك الله راه فيها الخير والبركه، تقدروا ديروها في لي مول صغارين، كتجي زوينه في لي مول صغارين. صافي وغادي نضيف الجبن ديالي شويه عليها، وغادي ندخلها للفران طيب على خاطرها. نقصولها في الفران باش محد الفران ناقص وهي كتنفخ على خاطرها، والفران يكون مهيل. شعلوا لها لتحت هي الاولى حتى تنفخ لكم مزيان، عاد حاولوا تشعلوا الفوق. ها هي غادي نخرجها من الفران ديالتي تبارك الله ما شاء الله، راه طابت من فوقها زوينه غزاله، راه خفيفه. الواحد يجلس تاعيا وتلقاي تفكر اش ندير العشاء ودي ديرها غير راه زوينه. واخا ما يكونش عندك اللحم وداكشي ديرها بالخضره تجيكم زوينه وسهله. هذا هو الشكل النهائي ديالها. هنا غادي نقطعها معكم وغادي تشوفوها. واخا شفتوا الطحين سائل وشفتوا هذيك لاباري سائله ما غادي تجي مرونه، غتجي زوينه تبارك الله. هانتوما غتشوفوها. نقطع معكم شويه. هانتوما كيف ما قلت لكم قطعت معكم الطريف، كتجي زوينه ورطبه. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو ان شاء الله. وما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك. الى الفيديو اخر ان شاء الله.